مرحبا. أنا وعدتكم قبل أمس إني أكلمكم عن القصة اللي حصلت معي وأنا بعمر 11 سنة مع مدرسة اسمها مزيونة. الله لا يزين حياتها ولا يوفقها ولا يسامحها. والله إنها في جهة والزين في جهة. أنا ما أحب أتنمر على الأشكال، لكن حقيقي هذه الإنسانة فعلا أقسم بالله إنها مشوهة داخليا وخارجيا. هذيك الأيام تقريبا هي في نهاية الثلاثينات، مع إنه شكلها أكبر، لأنه أعوذ بالله وجهها مليان من كذا محفر كأنه جايها جدري أو حب شباب مبالغ فيه، ما أعرف. المهم من وجهها كان محفر وشكلها غريب، يعني مخيف. فيعني شكلها إنها بنهاية الثلاثينات، بس أنا أعتقد إنها بنهاية العشرينات وقتها. المهم مالكم بالطويلة. هذه الآدمية أنا كنت ممتازة في كل المواد، أجيب درجة كاملة. وأنتوا تعرفون قلت لكم مرات كثيرة إنه ما عندنا تلفزيون ولا أي وسيلة ترفيه، يعني هو بس الراديو. إذا جانا أبوي سمع الأخبار أو يسمع برامج دينية، يعني حتى الراديو ما نقربه ولا نمسكه. وسائل الترفيه زيرو. فكنا نتسلى بالرسم، نتسلى بالمذاكرة. فكنت أنا رسامة، إلى الآن رسمي مرة جميل، وخطاطة، خطي جدا جميل، وأنا ممتنة صراحة. فدفتري مو بس في مادة الرياضيات، هي درسنا رياضيات في كل المواد، كل دفاتري خرافية تجنن. عرفتوا اللي أزخرف الدفتر ولون فيه، يعني وأحط ملصقات، اهتمام لأبعد الحدود. يعني كنت أنا وزينب فعلا كل وقتنا نقضي في المذاكرة وفي الرسم في الدفاتر، لأنه فعلا ما في أي وسيلة ترفيه ولا نقدر نتنفس إلا من خلال المدرسة والمذاكرة. المهم مزيونة كانت مربية الفصل اللي أنا فيه، سادس جيم، ما أنسى سادس جيم، وزينب أختي في فصل ثاني. تصوروا يا جماعة، مواقفها معي كثيرة، الله لا يسامحها، الله لا يسامحها. مزيونة، ألا عليك من الله ما تستحقين، الله يجازيك الجزاء الأوفى، الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. المهم يا كانت تسوي فيني أشياء، يعني هذه المرة فعلا مجرمة وقلبها منزوعة منه الرحمة والإنسانية عندها صفر. هي طبعا كانت عصبية على البنات اللي ما هم شاطرات. أنا ممتازة شعلة، ممتازة في كل المواد. تصوروا أني حتى يعني شوفوا من ظلمها ما تخليني كمان من الخمس الأوائل، والله العظيم. وأنا المفروض أني الأولى، يعني في القراءة ما أحد ينافسني في القراءة، أنا الأشطر على الإطلاق. في التعبير ولا أحد ينافسني في التعبير، تعبيري يجنن. في اللغة العربية أنا توب، ورغم كذا تقوم تنقصني في مادتها هي الرياضيات عشان ما أصير من الخمس الأوائل من نجاستها. ما تحبني. وكنت يعني كنت أبغى أعرف السبب، بعدين عرفته. تصوروا بحكي لكم بعض المواقف اللي سوتها معي، إلين بعدين أعلمكم عن الموقف الكبير اللي إلى الآن لما أتذكره يعني كل جسمي قشعر، وأحس إنه مو صدق. المهم واحد من المواقف إنه جت موجهة حضرت حصتها عندنا في فصلنا، وهذاك اليوم هي تقومتني كذا مرة أجاوب، لأنها تعرف إني شاطرة وإني بجاوب صح. يعني رحت طلعت على السبورة وحليت مسألة، تسأل أسئلة شفهية، وقومتني كذا مرة أجاوب لأني فعلا شاطرة. هي تعرف إني بجاوب إجابة صحيحة وبجملها من المشرفة، مو بس أنا وكذا طالبة من الطالبات الممتازات. في نهاية الحصة قالت أبغى الدفاتر المرتبة.
اجمعوا لي دفاتركم. بعدين اختارت، قالت قبل ما تجمع الدفاتر، تعرفون المعلمات أول بعضهم مجنونات زيها، قالت يا ويل وحدة استلم دفترها، تعطيني دفترها مع مجموعة الدفاتر ويكون ما هو زين، ابغى الدفاتر الزينة، لا تعطون الموجهة الا الدفاتر الكاملة واللي شكلها زين. يا ويل وحدة يوصل دفترها ما هو زين. تعرفون مجنونة زي كذا، مجنونة يعني سيطرة كاملة، يشوفون ان لهم الحق في تعذيبنا وتعنيفنا والسيطرة علينا. المهم ما فهم، قالوا البنات مفهوم. بعدين قالت يلا وانت يا هند وسعدة وفلانة وفلانة وضبية هذول يجيبوا دفاترهم والبقية انتبهوا، لانها تعرف ان دفتري شيء خرافي يجنن. فعددت بعض البنات بالاسم، تقول هذول لازم تجي دفاتركم، والبقية اللي بيجيبون دفاترهم لازم تكون مرتبة وتكون دفاتر كويسة مكتملة يعني. المهم اليوم الثاني بعد ما صححت الموجهة دفاترنا، مو صححتها يعني طلعت عليها ووقعت، مزيونة جابت دفاترنا، حطت الدفاتر على الطاولة، حطتها ما قالت شيء، بعدين مسكت دفتري يا جماعة أقسم بالله وأخذته. طبعا أنا كنت جالسة في الأخير لأني أنا الطويلة من الطالبات الطويلات، فيقعدوني في الأخير. من مكانها أقسم بالله يا جماعة أنها أخذت دفتري ورمته كذا علي، وصار الدفتر هنا على صدري، رمته يعني علي كذا في وجهي. قالت هذا دفتر، تعطيني دفترك وهو ممزوق. وأنا ما أعطيتها دفتري وهو ممزوق. شفتوا الغلاف الخارجي لما أخذته وودته للموجهة وما أدري صار عليه الغلاف الخارجي، تعرفون الغلاف الخارجي انمزق، مو مني، يمين بالله اني سلمتها الدفتر ما في شيء. انا ما اعرف هل هي اللي مزقته، هل هو مع مجموعة الدفاتر البنات اللي شالوه ونزلوه انمزق، هل لما اخذ يعني في شيء صار. فالغلاف انفك الخارجي اللي انا مجلدته ومسويته، وقامت بين البنات طيب حتى وين انت اصلا سلمتيني دفتري والغلاف ممزوق، كمان تزيدين الطين بلة وتجرحيني وتهزئيني وترمين الدفتر علي. تخيلوا لما رمت الدفتر علي، الدفتر قام، عرفتوا الورق تعطف، أطراف الورق تعطفت. أهانتني، جرحتني، ظلمتني، سلمتني دفتري الغلاف ممزوق. يعني صدق تخيلوا أنا ولا حرف ولا كلمة، ما علقت. لا والمشكلة تدرون الشعوري تنصدمون، يعني بدال ما أزعل منها أنها سوت فيني كذا، لا زعلت من نفسي، أنه أنا زعلانة من نفسي، أنه ليه كذا، ليه ما صار هذا الشيء، كيف أنا أفشلها، يا ليت أنه دفتري ما انمزق عشان هي أنه أنا سببت لها إحراج مع المشرفة، أنه يعني أكيد أنه يمكن الموجهة قالت لها ليش غلاف الطالبة هذه غلاف دفترها ممزوق وما انتبهتي له. يعني قمت أنب ضميري، ودي أسوي أي شيء عشان أرضيها وعشان يعني أكفر عن هذا الذنب العظيم اللي أنا ارتكبته بحق مزيونة، لأني سببت لها إحراج. وقمت هذاك اليوم طول الحصة ما عاد انتبهت للدرس، وأرجف وزعلانة ومنكسرة ودي أرضيها بأي طريقة. تخيلوا المشكلة إنه كمان ما عندي حدا اشتكي له، ما عندي إلا زينب أختي، وإذا قلت لها شيء زينب طفلة مثلي مثلها، يعني أقصى حد تسأل إنه أيوة كيف انمزق الدفتر، قلت لها والله مو أنا إني سلمتها الدفتر وهو يعني الغلاف ما هو ممزوق. دفتر يجنن يجنن، تحفة فنية، رسومات على خط جميل، على مسائل كلها مكتوبة صح وبالألوان، شيء خرافي. وأمي والله ما أعرف ذيك الأيام كانت موجودة ما هي موجودة، لأنها دائم هي وأبوي على خلافات، نص السنة تقضيه معنا والنص الثاني عند أهلها، فما أعرف بعض المواقف تحصل لي وأمي ما هي موجودة أصلا.
وإذا كانت أمي موجودة مسكينة تكون منشغلة في هذه المشاكل اللي تجيها من كل جهة ومن كل حد وصوب. المهم تعدي الأيام، كل يوم تعاملني بقسوة، وكل يوم لازم تهزئني، كل يوم لازم تلقى شيء عشان تقول لي كلمة تجرحني فيها. إلين جاء يوم من الأيام وتأخرت أنا، هي كانت عندنا الحصة الأولى وتأخرت شوي، يعني ما حضرت الطابور الصباحي، وصلت بعد بدء الحصة الأولى يمكن ب5 دقائق. ولما دخلت المدرسة الإدارة مسكوني شوي إنه ليش تأخرتي وكذا، وقلت لهم ما أدري إيش كان العذر هذاك اليوم، يمكن صحيت متأخرة أو زي كذا. ولا وتخيلوا اللي متأخر مو بس أنا لحالي، حتى أختي زينب معي، كلنا الثنتين إن نمشي مع بعض، بيتنا مرة قريب من المدرسة، نمشي مشي من البيت للمدرسة. لما دخلت الفصل قالت إيش مأخرك؟ إيش مأخرك حضرتك؟ جاية الحين؟ أنت عارفة كم راح من الحصة الآن؟ وأنا ساكتة. الفصل مليان، يمكن كان عددنا طالبات في الفصل أكثر من 50، لأنه هذيك المدرسة يعني مرة مزدحمة. قامت قالت لي علميني وين كنتي؟ قلت في البيت. قالت أقول علميني وين كنتي؟ تخيلوا أنا عمري 11 سنة، حطوها بين قوسين، عمري كم؟ 11 سنة. عمري مزيونة، عمري 11 سنة يا مزيونة، عمري 11 سنة يا قاذفة، عمري 11 سنة ألا لعنة الله عليك، عمري 11 سنة يا ملعونة، يا مجرمة، يا ظالمة، يا لا إنسانية، يا مستبدة. عمري 11 سنة، عمري 11 سنة طفلة. قامت قالت لي قولي لي وين كنتي؟ يلا اعترفي وين كنتي؟ قلت لها في البيت. قالت اسمعوا يا جماعة ايش قالت لي، ورب المصحف والله العظيم، قالت انت متأكدة انك كنتي في البيت؟ وانا مستغربة من كلمة انت متأكدة انك كنتي في البيت، يعني ما بتقولي لنا وين كنتي؟ قلت لها في البيت. قالت في البيت؟ ليش ما تقولي لنا وين كنتي؟ كنتي مع شباب صح ولا لا؟ كنتي مع شباب، طلعتي مع شباب وتوهم رجعوك؟ من صباح الله طلعتي مع شباب وتوهم اللي رجعوك جابوك للمدرسة؟ كل بنات الفصل كذا يناظروني، وأنا كذا أرجف ومستغربة. أول مرة في حياتي أحد يتهمني إني كذا كنت مع شباب أو في علاقة، لأني طفلة. حتى أهلي اللي الغيورين لكم، حتى أهلي الغيورين، عندي أخوان يعني في سن مراهقة غيورين ومجانين، ما قد قالوا هذا الكلام، لأن أنا طفلة ذيك الأيام إحنا أطفال. قامت الملعونة تقول لي هذا الكلام، أنت كنتي مع شباب والحين رموك للمدرسة، بعد اللف والدوران والروحة نزلوك الحين للمدرسة. يعني عرفت اللي اللهم عليك بها فإنها لا تعجز، الله لا يوفقها. زينب أختي كانت تموت على أخت مزيونة اسمها بلعايشة، وحتى بلعايشة تحب زينب. فأقول لها يعني زينب ليش كذا؟ قالت ما أعرف يا هند، ما أعرف والله، ما أدري ليش صراحة، ما أعرف ليش، لكن يعني ما أدري. بعدين الظاهر زينب أختي قالت بلعايشة، ومرت بعدين أشهر، بعدين جت زينب قالت لي هند والله إني عارف كذا، أحس إن في سبب، ليش مزيونة قالت لي كذا؟ قلت ليه؟ قالت لأن شفتي أنا زينب دائما كل يوم تروح لأبلة عايشة، كل يوم وتعلمها بكل شيء إيش يصير عندنا في البيت وحياتنا وأسرارنا، يعني مرة لأنها تموت فيها، وعايشة تحب زينب. فزينب في حصص الفراغ ونهاية النهار تقعد مع أبلة عايشة وتسولف وتساعدها. إيه أقول لكم زينب أختي كانت
حتى نهاية النهار تروح تقعد مع أبلة عايشة تساعدها في بعض الأشياء، يعني ترتب محل، أشياء تتعلق بالتدريس وكذا، وتحكي لها عن كل شيء. فتقول لي زينب يا هند معلش آسفة يمكنني أنا السبب. قلت لها ليش؟ قالت لأن أنا قد علمت أبلة عايشة أنك ما تصلين الفجر في وقتها. تقول إني قلت لها، قلت إذا جاء وقت الفجر في أيام هند ما تصحى على وقت الصلاة وما تصلينها إلا لما تصحين من النوم، يعني الساعة 6 لما خلاص إني بروح عشان المدرسة أقوم أتوضى وأصلي، على 6 يكون خلاص وقت الفجر قد راح، وبعدين أجي المدرسة. وهذاك الوقت يا عالم كان في تشدد ديني في بعض الناس لدرجة التطرف، مزيونة منهم، مزيونة من هذه النوعية. وحتى عايشة أبلة عايشة تقول زينب إن أبلة عايشة كانت تقول لها لا لازم تصحينها، إذا ما قامت كبي عليها ماء بارد، لازم ما يعني إذا أنت فعلا تبغين الله يحبك لازم، أو كلمي أمك، أو حتى لو تدخلين أبوك. تقول زينب إني كنت أقول لها إن أبوي يعني من النوع المتشدد، إن يعني أخاف إذا علمت أبوي إنها يضربها وكذا. تقول فكانت تقول لي إذا كررتها ما دامها تكررها لازم تقولين لأبوك. أنا أقول إيش في زينب؟ مرات والله العظيم كانت مرات تقول لأبوي ترى هند ما تصلي الفجر في وقتها يعني. فعايشة علمت مزيونة. زينب تقول لي إنها تعتقد إن هذا السبب، وإنه عايشة علمت مزيونة إنه أنا بعض الأيام ما أصلي الفجر في وقتها، أصليها لما أقوم للمدرسة الساعة 6. تخيلوا وأنا عمري 11 سنة. 11 سنة والله صدق. هذيك الأيام كنت إذا كررت أني أصحى للفجر، إذا كررتها كذا مرة ورا بعض أني ما أقوم للفجر في وقتها الساعة 5، أقوم لها مثلا أقوم للفجر الساعة 6 بعد ما خلاص يعني تكون الشمس على وشك أنها تنور الدنيا، لأنه خلاص لازم أقوم المدرسة. أقوم أتوضى وأصلي وبعدين أقوم عاد ألبس مريولي وأمشط شعري وأروح للمدرسة. تخيلوا المزيونة، إنه على حسب ظن زينب، وأعتقد إنها صادقة لأنه ما في شيء، يعني إنها صارت تشك فيني وتتهمني بالعهر وأنا بعمر 11 سنة، وتقول لي كلام ما ينقال لأي أحد، يمكن لهذا السبب لأنها كانت متشددة دينيا. بس هذا مو تشدد ديني، هذا إجرام، هذه تجاوزت الحدود، هذه اعتدت على طفلة وقذفت طفلة وعنفت طفلة بالسوء، وكل يوم تمارس ضغوطات على هذه الطفلة المسكينة، كل يوم ترهيب،